قنبله. انت من ساعه ما اتجوزتي وانت كل حاجه ماما جابتها لي ماما جابتها لي ماما جابتها لي، انت خدي منها الفلوس وردوا لي فلوسي، عشان انا مش مسامحه في الفلوس اللي انا هديها لكم، عشان انتوا لو عايزين تاكلوها عليا لا، انا ما بتاكلش على قفايا، ماشي؟ ايوه ايوه حاضر. السلام عليكم. ازيك يا غاده، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه غاده عامله ايه؟ مالك؟ الحمد لله كويسه. وعيالك عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. المهم اللي اعرفه دوت يا عبير، اللي بيعمل عيد ميلاد دوت حبيبتي واحد بيبقى عيشته مرتاحه، عنده فائض فبيعمل عيد ميلاد، مش يبقى مديون لطوب الارض وعليه فلوس لناس ويروح يعمل عيد ميلاد ده. لان انتوا منزلينه على النت دوت ان شاء الله، انتوا رطايه ومتصورين وهابي بيرثداي تو يو وشمع وحاجه ما شاء الله. يعني هو ده اللي جابك يا غاده؟ انا بحسبك جايه تقولي البت اخوكي كل سنه وانت طيبه، هو ده اللي جابك؟ كل سنه يا ستي وهي طيبه، بس فين الفلوس اللي عليكم؟ هو انا مش الاسبوع اللي فات اتصلت بجوزك وقلت له انا محتاجه ال1000 جنيه اللي انا مسلفاها لك، راح قال لي منين ومعيش واحنا في اخر الشهر. فجاه طلعت الفلوس ما بقناش في اخر الشهر، ببص الاقيكم منزلين صور ولابسين وعاملين وتورته وما شاء الله وانابيل والدنيا حلوه. خلصتي اللي عندك؟ خلصت اللي عندي. يعني انت شفتي اللي نزلناه على النت؟ شفتي انت التورتيه قد ايه؟ دي تورتيه قد كده جايباها من الفرن، وعلى الخمس انابيب اللي علقتها فرحتي بيها البيت. انت تعرفي ايه الموضوع معلش يا اصلا؟ حبيبتي، يعني انت التورتيه اللي قد كده جايباها من الفرن دي جايباها ببلاش ولا جايباها بفلوس؟ طب ما انا جايه لك في الكلام. كلمي. اسمعي بقى زي ما انا سمعتك، اسمعيني. اتفضلي قولي. دي البت كان نفسها في عيد ميلاد، فانا بقول لماما وقت البت نفسها والله يا ماما اعمل لها عيد ميلاد، قالت لي طب ما تخلي جوزك يعمل لها، قلت لها والله ظروفه ضيقه. راحت قالت لي واتي حول الله يا رب، راحت عطشاني 200 جنيه، راحت قالت لي هاتي لها تورتايه فرحيها بيها، جبت لها حتى جايباها من الفرن 50 جنيه، وجبت لها كام قنبله علقتها لها. قنبله. انت من ساعه ما اتجوزتي وانت كل حاجه ماما جابتها لي ماما جابتها لي ماما جابتها لي، وكان اخويا ده ما بيجيبش حاجه خالص ولا معاه حاجه خالص، امال الشقه رايح فين؟ خلاص يا حبيبتي، طالما ماما حلوه كده على طول بتديكي، خدي منها الفلوس وردوا لي فلوسي، عشان انا مش مسامحه في الفلوس اللي انا هديها لكم، عشان انتوا لو عايزين تاكلوها عليا لا، انا ما بتاكلش على قفايا، ماشي؟ انا عايزه اعرف شقه اخويا رايح فين، لما انت كل حاجه الشنطه حلوه، دي ماما عطتني تمنها وجبتها، مش عارفه ايه جايبه دي منين، دي ماما عطتني وجبتها، تورتايه ماما عطتني وجبتها. طب ما هو ده فعلا اللي حصل، انا هقول لك حاجه من نفسي، ما هو ده اللي حصل. طب باب اولى ماما عطتك 100 جنيه ولا 200 جنيه، تعالي اديهم للي انتم مستلفين منها ومنشفين ريقها. ايه ده يعني هي عطشاني اجيب حاجه للبت بيها افرحها بيها، حاجه اديها لك؟ والله الحاجه دي بينك وبين اخوكي، وفي اخوكي اللي واخد منك فلوس، يبقى الكلام بينك وبين اخوكي. انا مش عارفه ازاي بيجي لكم قلب اصلا تفرحوا وانتم مديونين وعليكم فلوس وتعملوا عيد ميلاد وانتم مديونين. والله يا غاده دي حاجه بينك وبين اخوكي، هو اللي واخد منك وانت واخده، ولا هو اللي واخد منك الفلوس وانت تعاملي معاه. هو فين اخويا؟ فينه؟ زمانه جاي. زمانه جاي، ماشي، انا هشوف انا هتصرف معاه، عشان انت كل حاجه تقولي ماما اللي جايباها لي ومش عارفه مين اللي جايبها لي، واخويا ما بيجيبش حاجه ومعهوش فلوس، على طول شفطاه، ما انت على طول شفطاه. المهم الموضوع ده بينك وبين اخوكي، وانا يا ستي هقوم اعمل لك حاجه تشربيها، تشربي ايه؟ ولا اقول لك مفيش غير شاي، احسن كمان اجيب لك عصير تقولي كمان معاكم فلوس تجيبوا عصير. هو ده اللي انت فالحه فيه الماليات، روحي يا اختي روحي هاتي اللي تجيبيه، ولا اقول لك تعالي تعالي، مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه، انا عايزه فلوسي. وفرتش. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا غاده، عامله ايه؟ عامل ايه يا ماجد؟ الحمد لله والله بخير، انت عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا ماجد، بدل ما انت حبيبي رايح تعمل كده عيد ميلاد لبنتك وتفرحها، مش كان اولى تدفع لي فلوسي وانت عارف ان انا مزنوقه فيهم وعايزاهم، ولا انا جازاتي اللي انا عطيتك؟ طيب يا غاده، ما قلت لك فلوسك هديها لك وعيد بيها، دي كانت عند مامتها وبتشتكي لها ان لين نفسها نعمل عيد ميلاد وعماله تعيط ومفيش فلوس، قالت لها خلي ماجد يعمل لها عيد ميلاد، قالت لها مفيش فلوس، الدنيا متزنقه معايا اليومين دول، هي بعت لها الفلوس وهي اللي جابت حته تورته بنفرح البنت الصغيره. طب ما بدل ما رحتوا جبتوا حته تورته كنت عطيتني الفلوس ديت. هديكي الفلوس اللي انت عايزاها، حاجه كده نوايا تسند الزير. طب انا هديها لك يا غاده، انت شايفه الدنيا وشايفه ظروفنا، ما الدنيا دي مش عليك انت بس، ما عليك وعليا، وانا بديتك عن نفسي وقلت لي انا مزنوق ومحتاج عشان العيد اجيب هدوم لعيالي، ورحت اللي معايا رحت عطيتهولك من ورا جوزي،
وبقى لي هو العيد ده خالص اهو بقاله قد ايه، وعمال كل شويه اتصل بيك وما بتردش عليا. يا غدا وانا عمري ما هعمل حاجه يا غدا، ما فلوسك هتاخديها. ما مش هشوفكم، معلش بقى كده، ما مش هشوفكم منزلين عمالين تفرحوا وتورته وهبيبر زيتون وانت مديون. لا كان اولى اللي انت تديني فلوس. بقول لك تورتايه ستها جايبها لها، جبتها لها حتى من الفرن صغيره. شفتي يعني عروسه عملته لها في مكان بره يا غاده. لا ده كمان اللي ناقص 5 بالونات جبتها علقتهم للبيت افرحهم بيها، وجبت لها تورتايه من الفرن. لا كنت ليه في الفرن، كنت عملتيه بره بالمره وتقولي ماما. لا حول الله يا رب، مش كده يعني، استغفر الله العظيم يا رب. تفرحي بالبيت، عيب انت جايه لاخوك لبيته واخوك راجل تيجي تعايريني بالكلام دوت. فلوسك هوديها لك لحد عندك، بدل ما تيجي فلوس سايبه للبنت جايه تعايرينا يا سيدي لا مش بعايرك ولا حاجه، كل سنه وهي طيبه، بس اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. خلاص الاسبوع لسه ما عداش اسبوع على العيد يعني، وفلوسك هديها لك. ماما كلمتك كام مره يا ماجد ومره ترد و10 لا. ولكن الشهر لسه ما قبضتش. ما قبضتش شهر تعمل عيد ميلاد ومنزل على النت. قالت لك الفلوس دي مش جايباها من معانا، وقبلها شايفاكم متصورين على البحر. البحر، هو البحر كمان بفلوس بقى؟ بتكد دلوقتي دخلت البحر ما يتماش نفسهم ينزلوا يتفسحوا يغيروا جو، خدتهم طلعتهم على البحر. ده انت لو شفتينا قاعدين على كافيتيريا ولا قاعدين بنفسحوا في حته تتكلمي. الله اعلم، الله اعلم انكم كنتوا قاعدين في كافيتيريا واكل بره. كل شويه صور تنزليها على النت، صور تنزليها على النت. الله اعلم. انا اعمل ايه؟ انا قلت افرح بنتك، هعمل ايه؟ تفرحي بنتي ولا عاملين علينا وعلى بنتي؟ شايفه جايه تعايرنا. بقول لك ايه يا ماجد، ولا تعايرني ولا عايرك، عندك لاخر الاسبوع فلوسي تبقى عندي. وانا متفق معاكي لاخر الاسبوع اكون عندك الفلوس. طب لما نشوف. طب تعالي اشربي حاجه. مش عايزه اشرب حاجه لا تخصموها من الفلوس. لك ايه؟ انت تتصرف بقى في فلوس اختك ديت اللي عدى علينا النفس. طب انا هديها لها كده انا قلت لك بقالي اسبوعين. لا كده مش هينفع يا ماجد، اتصرف لها من اي حد وادهم لها بس كده. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب، ربنا يحاول يضحك يا رب ولا يحكم نفسه على نفس.